السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا رؤية جديدة وقعت من تفسيري بفضل الله. الرؤية بتتكلم عن السلاسل والروج. بتقول صاحبة المنام إنها حلمت إنها في محل إكسسوارات وفيه سلاسل ألوانها مبهجة، وكانت بتختار منهم، وبعدين اختارت لونين روج كشميري وتوبي. وجاء شخص معلوم ليها وكلمها، وكانت متضايقة منه ورجعت تاني للمحل علشان تاخد الروج، لكن ملقتهوش، وأعطتها صاحبة المحل بدلا منه 2 روج بيلمع لونهم نحاسي. كان تفسير الرؤية دي إن هناك مشاكل مع ناس تقرب ليها، ولكن المشاكل دي هتتحل عن طريق واحدة هتديها نصايح ازاي تتعامل في مشاكلها دي مع الناس اللي هي معاهم مشكلة. وسبحان الله بفضل الله وقع تفسير الرؤية، وقالت لي فعلا وقعت زي ما قلتي بالظبط. وفي صديقة ليا مقربة كانت بتنصحني ازاي اتعامل مع اهلي في المشكلة. طيب ليه في المنام قلنا ان هي في مشاكل مع اهلها، وفي كلام واحدة هتنصحها بيه وعشان كده مشكلتها هتتحل؟ طبعا في الرؤية الاكسسوارات والسلاسل هنا كانت معناها مشاكل وحاجات كتير هي مضايقاها، وكمان رمزت للرؤية ان في شخص مضايقها، فده دليل على المشكلة اللي هي بتعاني منها، مش ان في مشكلة مع شخص بعينه، لا، لكن ده معناه تفسير المشكلة اللي هي فيها من الناس اللي تقرب لها. طبعا اللي اديتها روج معين دي نصايح عمالة بتجيلها من كذا حد، ولكن في النهاية هتجيلها نصيحة من شخصية، ولكن هتنصحها بكلام كويس وكلام طيب ان هي تقدر تتعامل بيه مع اهلها. والكلام الطيب هنا دليل على الروج اللي فيه لميع.